السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. انا عارف ان انا منقطع بقالي فتره طويله، بس رجعنا تاني وهنرجع نعمل فيديوهات باذن الله بشكل مستمر. اولا سامحوني على صوت الغساله لان انا بغسل هدومي فسامحوني. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن ليه انا سبت شغلي، وهل انا سبت شغلي فعلا عشان عملت المليون وكده. الفيديو ده هكلمكم فيه عن رحله تركي لعملي. انا بشتغل مبرمج سوفت وير ديفلوبر، شغلتي بحبها من البدايه، ولكن كان عندي مشكله كده اتكلمت فيها في كذا فيديو قبل كده، ان انا كان عندي مصدر دخل واحد وهو الوظيفه، يعني ما فيش عندي اي مصدر دخل اخر، وكان الموضوع ده بيؤرقني نفسيا. كان عندي الحته بتاعت رياده الاعمال وان انا ابقى متحكم في دخلي وكده، بس في نفس الوقت ما كانش عندي عارف الطاقه ان انا افتح اوفلاين بزنس واطلع تراخيص ومش عارف ايه والكلام ده كله. واتكلمت في الحته دي في كذا فيديو قبل كده، فبدات ان انا افكر في الاونلاين بزنس. دخلت في كذا بزنس واتكلمت عليه بشكل مفصل في الفيديو اللي هحطه هنا لو حابب تتفرج يعني بالتفصيل. في النهايه وصلت للاونلاين بزنس بتاع الاستشارات، ان انا بدخل مع حد استشاره على زوم او تيمز، وممكن في ناس منكم يعني دخلت معايا استشاره، بتكلم في الحاجات اللي انا عندي خبره فيها، يعني عارف اي شيء عندي خبره فيه، سواء بقى كان موضوع ان انا نقلت للسوفت وير، موضوع ان انا هاجرت، يعني بقول لهم بشكل شخصي انا عملت ايه، موضوع حتى البطولات لو ما كنت بدخل بطولات وعملت مركز وكده ازاي تعمل كده. وبدا البيزنس ده الحمد لله ان هو يدخل لي دخل شهري. خليني اقول لك ده فايدته ايه، مش هبيع لك الوهم واقول لك ان هو وصلني لمرحله ان انا عملت مليون او 2 مليون دولار، عملت مبلغ كويس الحمد لله، بس المبلغ اللي كان بيجي لي ساعدني اولا ان انا نفسيتي تبقى مرتاحه في الدوام الكامل، ان انا مش ببقى مضغوط نفسيا ان انا اشتغل اوفر تايم او ببقى خايف ان انا اخسر وظيفتي، فبالتالي مش هيبقى عندي مصدر دخل، بالتالي بقعد ابلع لناس كتيره مش طايقها في الشغل. لو في شركه شغال فيها مش عجباني بسيبها، بقدم استقالتي وخلاص. الحاجه التانية ان انا عندي عارف اللي هو مصدر دخل اضافي. المصدر الدخل ده كان بيغطي مصاريف رحلتي، اللي هو بسافر مثلا كل كام شهر دوله بصرف فيها، ما بسالش اصلا على الاسعار بتاعت الحاجه كام، الحمد لله يعني فضل ونعمه، بنزل في اماكن نظيفه اير بي ام بيز مش عارف ايه. فالكلام ده كله اداني عارف فرصه ان انا استمتع شويه بحياتي اكتر، وان انا يبقى عندي فلكسبيليتي او مرونه اكتر ان انا عارف اعيش حياتي. ليه ما سبت الشغل؟ خليني اقول لك بصراحه، يعني مش هقول لك بقى ان انا بحب شغلي ومش عارف، انا بحب شغلي جدا يعني في السوفت وير، ولكن انا مش حاسس بكل صراحه ان انا مستعد ان يكون عندي مصدر دخل واحد وهو الاونلاين بزنس. فانا مش مستعد للموضوع ده دلوقتي. ممكن اخد الريسك واسيب الشغل خالص واطلع من المجال ده خالص، خلاص اعتمد على نفسي ان انا، بس الموضوع ليه تبعات كتيره، ليه حاجات كتيره، زائد ان انا كنت في مرحله انتقاليه ان انا بنقل لكندا، فكنت ما ينفعش ما ينفعش ان انا اقعد شهر مثلا ما اعملش فلوس. فهل انا كنت خايف؟ خايف لان انا في ناس مسؤوله مني، بس في نفس الوقت الاونلاين بزنس فادني جدا، فادني جدا. بقى الحاجه التانية ان انا اشتغلت 7 سنين في اخر شركه، قررت ان انا اسيب الشركه بدون ما يكون عندي اي دخل اضافي، يعني بدون ما يكون عندي مصدر دخل تاني. قلت خلاص انا هسيبها، وحتى لو هقعد مثلا فتره كده كده في بيزنس شغال. وده بيخلينا ننقل لنقطه مهمه، وقت ما بتقرر انك ما تلعبش، انا خلاص يا جماعه مش عاجبني الشغل وهمشي، بتمشي. مفيش حاجه بتضغطك انك تحترم شخص انت مش طايقه، ان انت تبقى عايز تسيب شغل مش قادر، عايز تسافر مش قادر. فدي حته بصراحه بالنسبه لي كفيله بان انا افحت نفسي ان انا اقوم البيزنس الخاص بيا ده، ان انا ابقى متحكم في دخلي. والنقطه التانية بقى اللي عايز اتكلم عليها، اللي هي انا برضو ما سبتش وظيفتي ان انا ما كنتش بطور نفسي مثلا، لا الحمد لله انا كنت بذاكر بشكل يومي، بحاول ان انا اطور نفسي، وكنت بعمل مقابلات في المرحله بتاعه النوتس بيريود. سبحان الله، يعني لما بتترك شيء ربك بيعوضك يعني لما بتوقف تفكير فيه. انا كنت موقف تفكير خالص في ان انا اجيب جوب اوفر تاني، قلت خلاص يعني لو ربنا رايد هتيجي، لو ربنا مش رايد خلاص. جه جوب اوفر تاني وخلاص قررت ان انا هاخد الجوب اوفر ده لان الوظيفه كويسه، فقلت خلاص توكلنا على الله. ولكن فكره ان انت تسيب في اي وقت وعندك الاوبشنز او الاختيارات دي نعمه كبيره جدا. الاونلاين بزنس التكنيكاليتيز بتاعته اللي هو بتاع الاستشارات، يعني التكنيكاليتيز بتاعته اتكلمنا فيها كتير وقلنا بالظبط تعمل ايه في فيديوهات كتيره. مش عايز اتعمق كتير في الفيديو ده، انا عايز اقول لكم هاي ليفل كده الموضوع فادني شخصيا في ايه، ولكن خليني اقول لكم على كذا حاجه. دي نصائح اخويه. طبعا انت لما تبدا اونلاين بزنس بتعمل استشارات للناس وبتبيع معلوماتك وكده، هتحتاج انك تعمل كونتنت، لازم تعمل كونتنت عشان الناس تشوفك، عشان تشوف انت هتفيدها في ايه، عشان تسوق لنفسك. في البدايه هتلاقي في طريقه كتيره لان الفيديوهات بتاعتك هتظهر لاصحابك في الشغل. هتلاقي في طريقه من ناحيه اللي هو ايه، انت بتحبب ايه، انت فاكر نفسك انفلونسر، الانفلونسر راح، الانفلونسر جه، وهتلاقي نفسك محبط بشكل كبير. كمل ولا تيأس، الموضوع ده لازم يمر بيه اي حد، وصدقني اول ما الموضوع يبدا يمشي الناس هتسالك تقول لك انت عملت كده ازاي. النقطه الثانيه، ما تبيعش الوهم من الناس، ما تقولش ان انت فاهم في حاجه وانت مش فاهم فيها. انقل خبرتك للناس بشكل
صادق. يعني لو انت عملت 1000 جنيه اتكلم في ان انت عملت 1000 جنيه، ما تقولش ان انا عملت مليون جنيه. صدقني انت لو بتكذب اول حاجه حرام، ولو انت مش مسلم هي حاجه غير انسانيه، والحاجه التانية الناس هتعرف، ولو الناس عرفت انت هتحرق نفسك وهتحرق البيزنس بتاعك وهتضيع كل شيء، هتبقى اسمك السكامر، والناس مش هتغفر لك الموضوع ده. هتبيع على فكره بس مش هيبقى فيه بركه في رزقك، في مرحله معينه الدنيا هتموت. فممكن الحاجه دي تكون الحاجه الاولانيه قبل موضوع كسوفك من الكونتنت وكده. فراعي ربنا في شغلك. لو انت نيتك خالصه وعامل الموضوع ده علشان تكسب حلال وتفيد الناس، ربنا هيكرمك والموضوع هيمشي. هيبقى فيه صعوبات لان الموضوع دلوقتي بقى فيه منافسه، والمجالات تقريبا كلها تشبعت بالناس اللي فيها. ولكن عارف اللي هو نافار فيكانت قال قبل كده، انت بتتغلب على الكومبيتيشن او المنافسه بالاوثنتسيتي او بالشفافيه، او ان انت تبقى صادق. فالصدق ده هيخليك ان انت تسبق حد تاني بدا قبلك من 10 سنين او 20 سنه، لان الناس عارفه انك بتراعي ربنا. فده كان فيديو سريع، اتمنى يكون الفيديو خفيف، مش عايز اطول اكتر من كده. لو في حد مهتم بالنوع ده من البيزنس اللي هو بتاع الاستشارات، عملته ازاي، الخطوات علشان تبدا، لو انت شخص عندك خبره، هتلاقوا التفاصيل تحت في اسفل الفيديو. انا هفعل الخصم بتاع ال 50% تاني لمده محدوده. يعني الخصم ده تقريبا خلص في اخر مايو، بس هفعله تاني لاي حد مهتم، والفتره محدوده. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. هستمر في عمل فيديوهات، وباذن الله كل اسبوع يكون في فيديو، ان ما كانش كل يعني اسبوع مرتين. واشوفكم على خير. السلام عليكم.